السلام عليكم خواتي نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في القناه ديالكم كمال فلوق. الا كنتي اول مره كتشوفني اشترك في القناه، دير لايك وتعليق، وما تنساش دوز عندنا الانستغرام والصفحه الرسميه للفيسبوك والتيك توك، وما تنساش تبارطاجي. هذا فيديو جديد اللي هو خبر عاجل صراحه، يعني انضمام بلغاريا ورومانيا الى الاتحاد الاوروبي. المهم غنتعرفوا على الاخبار ان شاء الله اللي وصلتنا دابايا. المهم ننطلقوا ان شاء الله على بركه الله. اول حاجه غنبداو بالتعريف ديال الاتحاد الاوروبي او منطقه الشنغل. تاسست منطقه الشنغل في عام 1985 قبل الانضمام الجزئي لبلغاريا ورومانيا. كانت المنطقه تضم 23 دوله من اصل 27 دوله عضوه في الاتحاد الاوروبي، الى جانب سويسرا والنرويج وايسلندا وليخشنشتاين. يعني من بعد، يعني كانت في السابق كانت 23 دولة، من بعد انضمت لها يعني هاد الدول هادو اللي ذكرنا لسويسرا والنرويج وايسلندا وإيشلخشاين، يعني اللي ولات 28 دولة في الاتحاد الأوروبي. من بعد انضمت لها بلغاريا ورومانيا اللي كيصبح العدد الإجمالي 30 دولة في العضو الأوروبي. المهم الاخوان كما غنقراو واحد يعني تصريح، هما اللي كيقولوا ماشي انا اللي كنقول، يعني في جريده اي بي اس نيوز نهار 28 ديسمبر 2023 مع الساعه 5:06 كتقول: بلغاريا ورومانيا تتغلبان على اعتراضات النمسا وتحصلان على موافقه جزئيه للانضمام الى منطقه الشنغن. بمعنى بلغاريا ورومانيا شحال من خطره يعني كانوا كيدفعوا الملف ديالهم للاتحاد الاوروبي باش ينضموا الى منطقه الشنغن، ولكن النمسا كتعترض عليهم. وحنا غنتعرفوا علاش، شنو هو السبب ديال تعرض النمسا كتعرض لبلغاريا ورومانيا. غنتعرفوا عليه ان شاء الله. اللي هو ان اول حاجه حصلت بلغاريا ورومانيا على موافقه الانضمام الى منطقه الشنغن بدون يعني جواز سفر وتأشيرة، ابتداء من شهر مارس 31 2024. يعني الدولتين هادو بلغاريا ورومانيا غينضموا للاتحاد الاوروبي، وبامكان المواطنين البلغاريين والرومانيين يسافروا للبلدان الشنغن، يعني يتنقلوا لها بكل حريه، يعني ما كاين حتى شي مشكل. هنا كتقول النمسا ان عندها مخاوف كبيره من اتجاه يعني بلغاريا ورومانيا، حيث يعني شنو هو المشكل اللي عندها؟ هي تدفق المهاجرين. هذا هو المشكل اللي عندها، هي اللي خايفه منهم. اما هي باش تنضم لهم ما عندهاش هي مشكل، ولكن المشكل خايفه منه هي ان المهاجرين غيزيدوا غيكثروا، وغتولي القضيه عندهم سهله دغيا في بلاصه يعني يدخلوا لبلغاريا، من بلغاريا الرومانيه ديريكت يدخلوا للنمسا. هذا هو المشكل، الاعتراض ديالها. ولكن في الاخر اتفقوا وخرجوا بواحد الحل اللي هو الانسب، اللي هم كاملين بثلاثه والاتحاد الاوروبي، واللي هو وافقت عليه في الاخر. بالنسبه للدوله التركيه والبلغاريه غيكون واحد الصرامه، وما بين صربيا وبلغاريا حتى هي غتكون واحد الصرامه، يعني غتكون واحد الحراسه مشدده. غيزيدوا يعني في الكرياج، وغيزيدوا بزاف د الحوايج، غيطوروا داكشي باش ما يدفقوش للمهاجرين، حيت لحقاش بلغاريا ورومانيا دابا راه دخلات مع الاتحاد الاوروبي، وبامكان المهاجر يعني غير الشرعي في البلاصه يعني يمشي بدون دغيا. راه انفو غيدخل بلغاريا اذا راك تحسب في الاتحاد الاوروبي. هادشي علاش غيديروا صرامه في الحدود، وغيزيدوا يعني الحراسه في تشديد الحدود باش ما تدفقوش المهاجرين الى اوروبا. وهنا كيأكد الوزير الروماني مارسيال انضمام بلده الى الاتحاد الاوروبي. سيستمتع الرومانيون بمزايا منطقة الشنغن بحرا وجوا. يعني هنا كيأكد هنايا بحرا وجوا، يعني بمعنى المسافرون يعني الرومانيون بإمكانهم يتنقلوا للاتحاد الأوروبي جوا وبحرا، يعني يمشوا في الطائرة أو في الباخرة. وكذلك حتى البلغاريين، يعني المواطنين البلغاريين يتنقلوا يعني في الطيارة وفي الباخرة. البر لا، لحقاش باقي لحقاش النمسا اعترضت على هذا القرار اللي هو الشرط ديالها
بان البر غيتسد. فهمتونا الاخوان؟ اذا غيخدموا غير الجو، غيخدم غير الجو والبحر، يعني الطائره او الباخره. بامكانك يعني تمشي للاتحاد الاوروبي. وهنا بصراحه النمسا كتدافع على القرار ديالها، لانها يعني عضو فاعل في الاتحاد الاوروبي، ومن حقها تسد يعني البر، وتخلي هذوك الدول يعني اللي انضموا بلغاريا ورومانيا تسمح للمواطنين ديالها يعني غير يا اما في الطائره او في الباخره. وهذا يعني قرار ديالها ويحترم. اما بالنسبه للناس يعني اللي كاينين تمايا، الجاليه اللي كاينه تمايا في رومانيا او في بلغاريا، سواء دراسه او عمل، الا كانت يعني الاقامه ديالكم سالات، من الافضل يعني تجدوا الاقامات ديالكم، لحقاش بامكان لكم ديك الساعات تمشيو تنقلوا في الاتحاد الاوروبي كما بغيتو، قبل ما يتصدر هذا القرار ديال الانضمام من الاتحاد الاوروبي اللي غيكون في شهر يعني مارس 31 في 2024. هادشي اللي كاين الاخوان. المهم نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، والى عجبكم الفيديو يعني ما تردوش على دير لينا لايك وتعليق، واذا كنتي اول مره كتشوفني دير لي اشتراك في القناه، ودخل عندي الانستغرام والفيسبوك، وما تنساش دوز عندي التيك توك. هادشي اللي كان الاخوان، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. دمتم سالمين، تشاو.